بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض كيكه الشاي او كيكه الخلاط بطريقه سهله وسريعه وفي اقل وقت ومجهود. في 5 دقايق بالظبط هتلاقي نفسك محضراها. بجد كيكه سهله وسريعه بتبقى حلوه جدا في الفطار الصبح مع كوبايه شاي او كوبايه شاي بلبن. نقدر نحطها لاولادنا في اللانش بوكس معاهم، سهله وخفيفه وكمان صحيه، عاملينها في البيت ما فيهاش اي مواد حافظه. تقدروا تعملوها وبجد سهله والله، مش هتاخد معاكم 5 دقايق، اكون غلطانه معاكم. من اسهل الكيكات اللي تقدروا تجهزوها. المقادير بتاعتنا: معايا كوبايه من السكر، ونص كوبايه من الزيت، وكوبايه من اللبن، ومعلقه من الخل، معلقه صغيره من الخل، ونص معلقه صغيره من الفانيليا، ومعايا مكعب من السمنه البلدي، ومعايا 3 بيضات بدرجه حراره الغرفه. يعني قبل ما نشتغل كده في الكيك نكون مطلعين البيض من التلاجة، نسيبه يبرد كده شويه ونبدا نشتغل فيه في الكيك على طول. هنجيب الخلاط بتاعنا وننزل فيه بكل المقادير بتاعتنا. حطينا البيض والفانيليا والسكر، وهحط هنا هوت الزيت، وكمان هنحط مكعب السمنه البلدي. طبعا لو مفيش سمنه عادي تقدروا تستغنوا عنها وتقدروا تحطوا كوبايه الا ربع من الزيت. وهحط كمان كوبايه من الحليب، وهحط نص معلقه صغيره من الخل. الخل هنا هيخلي لون الكيك معايا فاتح وبيديله هشاشه وقوام برضك حلو جدا. يعني حطوها بنات، وكمان بيضيع لو في زفاره في البيض ولا حاجه، بيضيع ريحه الزفاره كمان من البيض. هنضربهم بقى كويس جدا، مش اقل من 5 او 7 دقايق كده. كل ما تضربوا فيه وهتلاقوا كده عمل فقاقيع كده على الوش كده، بنتاكد ان السكر داب خالص وبيبقى لونه فاتح كده، بنعرف ان هو خلاص جاهز معانا. على ما نضربه ويتضرب براحته في الخلاط، هنجهز المواد الجافه بتاعتنا. معايا كوبايتين من الدقيق، هحط عليهم معلقه كبيره من البيكنج باودر، ونص معلقه صغيره من الملح، وهننخلهم كويس جدا. لو تقدروا تنخلوهم مرتين او 3. كل ما بندخل في الدقيق كل ما بيدي قوام وهشاشه حلوه جدا للكيك. انا هنا نخلتهم مرتين، نخلته مره قبل ما اوريهولكوا، وديت المره التانية. بعد ما نخليهم كده اهوت خلاص، الخليط بقى السائل بتاعنا كمان جاهز معانا. هننزل بقى عليه على الدقيق كله. شايفين يا بنات لونه عامل ازاي؟ لونه فاتح، ده من الخل. وطبعا لما ضربناهم كتير، البيض مع الخل بيخلي لونها حلو قوي كده. هنقلبهم بقى كده كويس جدا لحد ما الدقيق يختفي. مش هنعجن فيها بنات، احنا عارفين ان الكيك احنا ما بنعجنهوش، احنا يا دوبك بس هنقلب فيها كده اهو بالمعلقه بالراحه جدا لحد ما الدقيق خالص يختفي مع الخليط ويبقى معانا شكله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهوريكم القوام بتاعها. شايفين؟ ده بيكون كده قوام الكيك المظبوط معانا. ساعتها بقى احنا بنكون مجهزين طبعا الفرن على درجة حرارة 180 يسخن لحد ما خلصنا الكيك، لانها هي مش هتاخد وقت. فبنكون اول ما نبدأ فيها بنكون مولعين الفرن عشان يلحق يسخن. معايا بقى هنا كمان مكعب من الزبدة، هحطه كده اهوت في الصينية واوزعه في الصينية، وهرش كمان معاهم رشة من الدقيق. لما حطينا الزبده، لو مفيش زبده مش عايزين تحطوا زبده، تقدروا تدهنوا الصينيه بمعلقه صغيره من الزيت. بس الرشه بتاعه الزبده او السمنه دي بتخلي لون الكيك بجد من تحت حلو جدا، بتدي لها لون حلو جدا. جربوها وهتعرفوا وتتاكدوا من اللي انا بقوله لكم. بجد بتخلي لون الكيك حلو جدا. هننزل بقى كده بالخليط بتاع الكيك بتاعنا كله في الصينيه، وهنكون هنجيب خلة ونمشي كده بيها في الصينية عشان لو في فراغات او في هوا في الكيك تطلع. لو في اي فقاقيع او في اي هوا بنطلعها، الحركة دي بتخلي الهوا اللي فيها يطلع. ممكن نخبط كده بالصينية خبطتين برضو على الترابيزة بتاعتنا، برضو هتطلع الهوا اللي فيها قبل ما ندخلها الفرن. هنا بقى الفرن كان ساخن، هندخلها تقريبا هتقعد بالظبط من 25 ل 30 دقيقة على درجة، على حسب الفرن عندكم. بعد 25 دقيقة لو ما كانتش خدت وش من فوق، بنفتح عليها الشبكة من فوق تاخد وش، وهتطلع معانا بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. بجد والله بنات سهلة وسريعة، وفي 5 دقايق بجد والله هكون خلصانة معاكم. اعملوها كمان لولادكم الصبح في الفطار وهم رايحين المدرسة او رايحين الدرس مستعجلين، مع كوباية شاي بلبن كده هوت على الصبح، حلوة وخفيفة، احسن كمان من السندوتشات والله. جربوها بالطريقة ديت وان شاء الله تعجبكم. هوريكم دلوقتي شكلها من جوه والقوام بتاعها قد ايه طالعة هشة وجميلة.
شايفين يا بنات شكلها عامل ازاي؟ شايفين لونها كمان؟ شايفين الخل اداها لون عامل ازاي؟ بجد حلوة جدا. جربوها وان شاء الله تعجبكم. وكده انا اكون خلاص وصلت معاكم لنهاية الفيديو. اتمنى ان هو يكون عجبكم. لو عجبكم قولوا وجربتوها قولوا لي رأيكم فيها في الكومنتات. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة بإذن الله.